السلام عليكم اخوات الاهلاويه في كل مكان، كل سنه وحضراتكم طيبين في حلقه جديده من مهاجم الاهلي. النهارده الحلقه تبقى خفيفه جدا كده وسيمبل، هنتكلم فيها في 3 اجزاء. الجزء الاول هنتكلم عن ماتش الاهلي وباتشوكا وهايلايت سريع جدا، مش هنحلل المباراه. ان المباراه كانت وديه وباين قوي ان ريبيرو داخل بيجرب لعيبه الاهلي وبيشوف مين اللي جاهز او الاكثر جاهزيه ومين ممكن يعتمد عليه الفتره اللي جايه. الجزء الثاني هنرد كده على كام حد من نخبه الزمالك الكدابه المدلسه. تمام. الجزء الاخير ده الجزء البونبونات بتاع الحلقه، السكرينات اللي كل الناس علقت عليها. انا برضو انا قلت والله من كتر ما ضحكت عليها، قريت كام كومنت كده فقعدت اضحك قوي قوي، فقلت والله ما هكمل قرايه، انا هقراها معاكم. طبعا ماجيكانو اتكلم عنها، كل الصفحات الاهلاويه تقريبا، اسلام مهدي اتكلم عنها، هستيري تقريبا برضو اتكلم عنها، اللي هي ممدوح عباس لما كتب التويته اللي بيقول فيها ان هو هيبطل يدعم نادي الزمالك. فطبعا كلنا شفنا الناس اللي داخله تبوس رجل ممدوح عباس من الشخصيات الزملكاويه. عشان ما اطولش على حضراتكم نبدا بمباراه الاهلي وباتشوكا. انا برضو هختلف شوية مع اخواتي اللي اتكلموا على المباراة، سواء بانتقاد للنادي الاهلي او الانتقاد ببعض اللاعبين. النادي الاهلي لسه طالع من سيزون، في بعض اللعيبه مش جاهزه، في لعيبه كتير لسه جايه من بره، فبرضه ما لحقتش ان هي تجهز او تاخد حساسيه المباراه. بلس كمان خد بالك انت مش بتلعب في رتم الدوري المصري. باتشوكا برضه فرقة امريكا الجنوبية، لا الريتم بتاعها عالي جدا والضغط بتاعها قوي واللعيبة قوية والفتنس بتاعها عالي جدا عن الحاجات اللي احنا بنشوفها في الدوري المصري هنا، فما تقارنش حتى في افريقيا. فكون ان انت لاعب سيزون كامل بيلعب في الدوري المصري، سواء في الاهلي او بره الاهلي او سواء احتياطي في الاهلي او بيلعب في انديه اخرى من انديه الدوري، وتيجي تحطه في مباراه زي مباراه باتشوكا مع فرقه بالقوه دي. طبعا باتشوكا مش قويه جدا، لكن اقصد في القوه البدنيه والقوه الذهنيه والحضور والتاكتكس والكلام ده كله صعب ان انت تحكم عليه من اول ماتش، لكن بتشوف اداؤه يقدر ان هو ينسجم مع المجموعه ولا لا. فانا ده ماتش كده هنتكلم عليه هايلايت، حتى مش هنعمل اي ابريزل او تقييم للاعبين. فانا بختلف مع الناس اللي طالعه بتنتقد ريبيرو او اللاعبين. حابب بس اتكلم النهارده على كريم الدبيس. انا من الناس اللي مبسوطه ان كريم الدبيس بدا الماتش او تحت النظر مع خوسيه ريفيرو، لان انا شايف ان كوكا، يعني انا فعلا شايف ان كوكا ملوش مكان في الاهلي. انا شايف ان كوكا افضل حاجه ان هو يطلع اعاره سنه او سنتين، يبدا يحتك شويه، ويا ريت كل فرقه كبيره من الفرق اللي بتشارك افريقيا سواء كونفدراليه او ما اعتقدش ان في شركه تاني، مش اعتقدش انه ممكن يروح بيراميدز يعني، لكن فرقه على الاقل بتشارك افريقيا لو بتشارك بره مصر. اعتقد ان كوكا محتاج ان هو يروح يلعب شويه كتير يكتسب خبرات اكتر، لان كوكا كده وجود كوكا في الاهلي الفترات اللي جايه انتحار. انا شايف ان لو مش هتلاعب يحيى عطية الله يبقى كريم الدبيس، برغم الغلطه الكبيره اللي عملها كريم الدبيس والباص الغلط اللي عمله، لكن دي حاجات يتعلم منها. يعني الغلطه اللي عملها امبارح والباص اللي رجعه غلط في منطقه جزاء الاهلي وكان هيبقى هجمه على الاهلي، ده حاجه يتعلم منها. خلاص دي اكسبيرينس بيكتسبها، المفروض ان هو بعد كده الماتشات اللي جايه ان هو هيكون اكثر حرصا وهو بيتعامل في هذا الامر، يعني هو ان هو ما يبصيش بصه زي كده تاني. وده الهدف من المباريات اللي زي كده، وده الهدف من اللعيبه الصغيره او اللي ما بتشاركش بشكل اساسي. بعد كده هي هدف من باص، ودي مشكله يعني مش هتكلم تاني برضه على مشكله دفاع الاهلي، ان بقت مشكله خلاص كل الناس اتكلمت فيها وكل الناس حكت عنها، المشاكل الدفاعيه الكبيره جدا في فريق النادي الاهلي. باص غريب جدا ضرب نص ملعب الاهلي وضرب دفاع الاهلي من باصه تافهه يعني، وراح بيها اللعيب انفراد جاب جون. بعد كده برضه مشكلتي مع خوسيه ريفيرو، انا لو خوسيه ريفيرو كان الهدف من المباراه ديت ان هو يشوف لعيبه الاهلي والناس الجاهزه فيها، اوكي، يعني الجاهزيه البدنيه الجاهزيه الذهنيه ان هم يشوفوا بعض في الملعب بس يباصوا لبعض يعرفوا تحركات بعض، يكون في بعض من الانسجام عشان ما يتخضوش ان هم ينزلوا مع بعض اول مباراه في كاس العالم للانديه، مفيش مشكله. لكن لو انت كان في اي نوع من انواع التحضير لتكتيك معين انت عايز تحضره، فدي مشكله كبيره جدا. ليه؟ خوسيه ريفيرو معروف ان هو بيبني اللعب من تحت. تقريبا امبارح ما شفناش ولا كوره
بدأ بها بنى اللعب من تحت، الى جانب ان عماد النحاس كان بيلعب بنفس الطريقه، بيعمل بيلدينج من تحت وبيبدا ان هو يبني اللعب من اول حارس المرمى والدفاع. فكون الاثنين مدربين اللي موجودين في الاهلي دي طريقه لعبهم وما اتنفذتش خالص امبارح، حتى ما كانش في محاوله للتنفيذ، كان في كرات عاليه وكرات طويله كتير، فدي كارثه لو كان ده الهدف. لكن لو الهدف ان احنا نشوف اللعيبه ونقف على مستوياتها، اوكي مفيش مشكله خالص. اول هجمه للاهلي كانت في يعني اول هجمه حقيقيه للاهلي كانت في الدقيقه 30، دي عمل باص بن رمضان عمله لتريزيجيه. طبعا تريزيجيه الصفقه السوبر ستار اللي اتعملت للاهلي، يعني لو صفقه زيزو يا صفقه سوبر، فتريزيجيه اللي مش واخد حقه ده الصفقه السوبر ستار اللي اتعملت للنادي الاهلي، سجلها حلوه قوي. كريم الدبيس في الدقيقه 38 برضو عنده ميزه كبيره جدا، شاط كوره حلوه جدا. انا برضو اللي بيخليني افضل كريم الدبيس زي ما بكلم حضراتكم عن كوكا انا مش شايفه لا دفاع ولا هجوم، يعني انا ما بشوفش كوكا خالص، لا بشوفه دفاع ولا بشوفه هجوم. لكن الميزه الكبيره جدا اللي عند كوكا ان هو على الاقل بيهاجم. كوكا عنده الشجاعه ان هو يطلع ويهاجم ويكمل ويشوط على الجون، عنده ميزه ان هو يعمل اوفرات، الاوفرات بتاعته كويسه جدا ومظبوطه جدا. واحنا عندنا لعيب هيدر زي اسامه ابو علي، عندنا حمدي فتحي بيكمل وبيلعب بالراس كويس، عندنا حتى لو حد من الدفاع متقدمين زي ياسر ابراهيم او اشرف داري، الناس دي بتلعب بالراس كويس، وحاليا عندنا بيكم بيلعب بالراس كويس، فدي ميزه مهمه جدا من كوكا. عندنا اشرف بن شرقي لو مكمل ودخل جوه كوكا رفع برضه بيلعب بالراس كويس، فانت عندك ناس بتلعب كويس جدا بالراس، فميزه كويس جدا ان انت يكون عندك حد يهدر بشكل كويس، خصوصا ان محمد هاني الناحيه الثانيه عندك ميت ما بيرفعش اوفرات خالص واوفراته سيئه جدا، فما ينفعش يبقى انا عندي الطرفين ميتين، يعني ما ينفعش تحط لي كوكا وتحط لي محمد هاني، انت كده ماشي فرخه جناحها مقصوص او حمامه جناحها مقصوص، ما ينفعش. فانا بالنسبه لي افضل كريم الدبيس، حتى لو عنده اخطاء لا ينزل ويتعلم ويلعب، والاخطاء دي مع الاكسبيرينس هيتعلم منها، فيكمل كوكا معايا، يكمل كريم الدبيس معايا. طبعا بالرمضان ممتاز امبارح، انا شايف ان هو كان حد اول مباراه يلعبها، اول مره يلعب مع الناس ديت، ولسه جاي اول مباراه رسميه يلعبها. بالرمضان ممتاز، واعتقد ان هو حجز مكان اساسي في النادي الاهلي. برضو سلاح التصويب للاهلي لازم من الحاجات يا رب، يعني انا والله يا جماعه سلاح التصويب ده مهم جدا، وممكن يخلص لك مباريات وبطولات بملايين الدولارات. فانت عندك الوقت لازم تجيب حد متخصص يدرب لعيبه الاهلي على التصويب. انا بشوف لعيبه كل يعني حتى لما بتيجي ماتشات كده في دوريات اوروبيه، حتى لو ضعيفه، حتى لو فرقه وسط جدول في دوريات مش دوري انجليزي، مش دوري اسباني، حتى لو دوري برتغالي، دوري بلجيكي، لما لعيب بيشوط الشوطه لو راحت بره بتروح على جنبين المرمى، يعني سواء على جنب المرمى من هنا او جنب المرمى من هنا، تلاقيها بتخبط في الاعلانات. لكن الكور اللي بتصيد عصافير دي انا يعني نادرا ما اشوفها، وانتوا كلكم بتسمعوا مباريات اوروبيه وبتشوفوا، نادرا ما تشوف لعيب بيشوط الكره فوق. انا ما اعرفش ايه المشكله في رجل اللعيب المصري بتخليه يشوط الكره في اخر الدنيا في السما فوق، يعني حتى الكره بيبقى شكلها وحش، يعني حتى الباص بيبقى شكل الشوطه بيبقى شكلها وحش. فانت لما تشوف انا نفسي حد يجي متخصص يدرب لعيبه الاهلي على الشوط. انت دلوقتي عندك مدفعجيه في الاهلي، عندك محمد علي بن رمضان بيشوط، عندك اشرف داري بيشوط من بره، عندك امام عاشور بيشوط من بره، الناس دي كلها رجلها كويسه ورجلها تقيله على المرمى، تريزيجيه بيشوط من بره، عندك حمدي فتحي بيشوط من بره، تمام، عندك زيزو طبعا مدفعجي وبيشوط من بره، يمكن احسن واحد رجليه مظبوطه على المرمى. فانت عندك وسام ابو علي بيشوط من بره، فعندك مجموعه كبيره من اللعيبه جدا بتشوط من خارج منطقه الجزاء. لازم يبقى يكون في تدريبات تخصصيه تظبط رجل الناس ديت على الشوط، هيبقى خطوره غير عاديه، خطوره غير عاديه لعيبه الاهلي لو كلها اتدربت على ان هي تعمل شوتنج من بره منطقه الجزاء. بعد كده لما نشوف تريزيجيه طبعا في الدقيقه 50 فينش ممتاز زي ما اتكلمنا، صناعه حمدي فتحي. تريزيجيه يا جماعه لعيب والله سوبر ستار، سوبر. انا كنت زعلان جدا على كوتيسا ان هو جاش الاهلي، يعني كنت زعلان جدا على كوتيسا، بس للامانه تريزيجيه لا يقل عن كوتيسا شيء. طبعا مع فرق كوتيسا مهاره اعلى بكتير، لكن تريزيجيه قوه انفجاريه اعلى بكتير، سرعه اعلى بكتير، اكسبيرينس اعلى بكتير، ابن النادي الاهلي، واعتقد ان شاء الله تريزيجيه ياخد حقه ويكون هو اسطوره النادي الاهلي
وهو السوبر ستار بتاع النادي الاهلي والجولدن بوي بتاع الفتره اللي جايه، وده من الحاجات اللي بسطاني جدا. لعيب من ولاد النادي الاهلي، هو نجم الفريق وهو رقم واحد في الفريق، واعتقد كل الظلم اللي اتظلم تريزيجيه في السنين اللي فاتت ان هو ما خدش حقه اعلاميا وجماهيريا هيكون ليه مردود، وهيعوضه الفتره اللي جايه ان شاء الله. زيزو لعب وقت قليل برضو. تسجيل زيزو لركله الجزاء، اول ركله جزاء يلعبها مع الاهلي، ان هو يتصدر لاول ركله، دي حاجه مهمه جدا تدي لزيزو الثقه وتدي لجمهور ولاعيبته الثقه ان زيزو لسه ستيل زي ما هو. ما حسيناش ان زيزو بدنيا واقع وان هو له فتره كبيره ما بيلعبش. يعني انا شايف لو قلت لي طاهر ولا زيزو امبارح، لا زيزو طبعا. يعني طبعا ما فيش في الطبيعه ما فيش مقارنه بين طاهر وزيزو، لكن انا بتكلم ان زيزو امبارح اداء زيزو امبارح لا، على المستوى، حتى على مستوى زيزو ده لما لعبش اديله شهر او شهر ونص مقارنه بطاهر اللي بيلعب، لا زيزو حتى حاليا اعلى. فاعتقد زيزو هيكون هو اللي موجود مش طاهر محمد طاهر. حتى على حسين الشحات برضه اعتقد ان زيزو كان افضل. الدفاع طبعا دفاع الاهلي شوربه. انا مش عارف بصراحه ايه الحل لدفاع الاهلي. اعتقد يعني الحل الانسب ان ممكن الاهلي يلعب 3 في قلب الدفاع، حمدي فتحي مثلا وجنبه احمد رمضان بيكهام. احمد رمضان بيكهام كان كويس امبارح، اداؤه كان كويس جدا. فانا اعتقد ان بيكهام ممكن يلعب في قلب الدفاع، وجنبهم بقى اشرف داري او ياسر ابراهيم، حد من الاثنين. لكن اعتقد ان ليبرو ممكن يلعب حمدي فتحي ويلعب وسطهم اشرف داري وياسر ابراهيم، ده في حاله الدفاع. في حاله الهجوم حمدي فتحي ممكن يتقدم لنص الملعب يلعب 6، والاثنين قلوب الدفاع يضموا، ويبقى الاثنين الاطراف او الباكات موجودين، يبقى كاننا بنلعب 4-3-3 او ايا كان تقسيمه الخطه اللي ممكن يلعبها المدرب. لكن في حاله الدفاع اعتقد ان لازم يلعب بدفاع ب3 في حاله الدفاع. انا امبارح اطمنت جدا الحمد لله على بعض اللعيبه. انا كان نفسي اشوفها وكان نفسي انا اطمن ان هم انسجموا، ان هم موجودين، ان هم ذهنيا وبدنيا جاهزين. شفنا زيزو الدنيا كويسه جدا، شفنا بن رمضان الدنيا كويسه وممتازه، شفنا تريزيجيه فوق الممتاز، احمد رمضان بيكهام لعيب راسي ولعيب مهاري وعنده مشاكل شويه دفاعيه لكن ما شفناهاش امبارح، فده شيء كويس. فانا اطمنت. فده الهدف من مباراه باتشوكا. اتمنى ان شاء الله ان احنا المباريات الجايه نشوف الاهلي بينفذ بقى التكتيك بتاع المدرب. احنا كده اطمنا على اللعيبه، ان شاء الله ان احنا نشوف الاهلي بينفذ تكتيك المدرب. وانا مش هعمل تقييمات للعيبه، ده وجهه نظري سريعا كده في هايلايت عن مباراه باتشوكا. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.